في يوم هادي من أكتوبر سنة 1986 الدنيا اتقلبت على خبر صادم. المخرج الكبير نيازي مصطفى لقوه مقتول في شقته. مش مقتول وبس، ده مربوط بحبل حرير ومتكمل، والفاعل مجهول. لما الشرطة راحت عند الشقة لقت الباب مقفول من جوه. لقت الشقة مترتبة كأن مفيش حاجة حصلت، وكأن القاتل كان ضيف مش مجرم. التحقيقات فتحت أبواب ملهاش نهاية، خلافات، علاقات، انتقام، ولا في حاجة أكبر، حاجة متخططة بعناية. المشتبهين كتير، من ممثلة قريبة ليه لحارس عمارة اختفى ورجع تاني، لشاهد شاف شخص غريب وطلع فجأة. لكن في الآخر كلهم خرجوا من القضية واتحفظت لعدم كفاية الأدلة. بس السؤال اللي لسه بيدور في دماغ الناس كلها، لو كنت انت مكان الشرطة مين أول واحد هتشك فيه؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا تتوقع مين ورا جريمة نيازي مصطفى.